مساء الخير على احلى اخوات ومتابعين، يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده بصوا بقى الحلاوه دي، هنعمل اللفت نملحه بطريقه جميله. نشوف ايه اللي في الشفشق الاحمر ده، حاطين ايه وايه 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 مع بعض عشان في الاخر نطلع احلى لفت واحلى مخلي اللفت معانا. اول حاجه بنعملها ان احنا بنشتري اللفت يكون مش شايخ ويكون حجمه متوسط ويكون شكله كده واضح ان هو ايه يعني حلو من جوه. وبعد كده هنبدأ نغسله كويس أوي ونشيل الحتت اللي فيه مش كويسة ونخليه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين نمسك السكينة نقطعه بقى، نشوف هنقطعه ازاي. كل واحد بقى بيقطع بالطريقة اللي تريحه، بس تكون السكينة حامية وخدوا بالكم علشان خاطر تقطعوه بالساهل. الليفت اليومين دول كله مية وفي منتهى الجمال وطري جدا على فكرة. هنقطع بقى الليفت مع بعض واحدة واحدة كده ونشوف الشكل اللي احنا هنقطع بيه ايه عشان خاطر يبقى زيه زي بتاع المحلات من بره. يعني اهم حاجة ان احنا ناكل حاجة شكلها حلو وطعمها حلو ويكون نفسنا مفتوح عليه علشان خاطر الليفت مفيش حد بيحبوش. فادي بنقطع الليفت اهو الاول بالسكينة ونشوف بعد كده هنعمل ايه. قطع حلقات كام واحدة كده وبعد كده نرجع لكم تاني. ادي هقطعه كله بقى اهو. بصوا قطعته كله ورجعت لكم. بصوا ما شاء الله عليه كله، ما فيش ولا واحدة شيخة وفي منتهى الجمال. بعد ما قطعته كده بقى، بص القطعة الجميلة دي بقى المشرشرة دي هي دي اللي هتعمل لنا الليفت المشرشر بتاع المحلات. هنحط الليفت كده ونشوف هنقطعه بقى بالطريقة اللي احنا عاوزينها، نقطعه طويل نقطعه مكعبات زي ما انتوا عاوزين. بصوا شكله جميل ازاي. اهم حاجة في الحاجة اللي بتاكلوها يكون شكلها حلو والله. يعني الحاجة بتبقى شكلها حلو بتفتح النفس، وبعد كده الطعم بقى تبقى حاجة مية مية. ان شاء الله هنعمل احلى لفت مخلل. بصوا الجمال، اللهم صل على النبي. لونه حلو جدا، الموف بتاعه شكله حلو قوي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يلا تشجعوا بقى كله ينزل يجيب اللفت. اليومين دول اللفت حلو قوي في السوق، والتلاتة كيلو ب10 جنيه، يعني مش كتير مش غالي. وان شاء الله تعملي احلى برطمان لفت. بص التقطيعة، القطاعة دي على فكرة يعني ممتازة وتنفع في العجين، بتنفع في الخضار لما تيجي تقطعيه، لما تيجي تعملي مثلا جزر او اي حاجة. القطاعة دي حلوة قوي، بتخلي شكله حتى كده شكله حلو. بص هقطع كله بقى وارجع لكم تاني. لا بصوا قطعته كله، مفيش القطاعة دي حامية وبتقطع بسرعة بسرعة بسرعة. بصوا شكله جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. من قبل ما يتملح والله هو يتاكل كده، ريحته حلوة قوي كمان. اهو جبت بقى نص فنجان خل، الحاجات اللي انا هحطها بقى. والهريسة دي طبعا احنا كلنا عندنا الهريسة دي عارفينها، بتاعة البتنجان اللي بنحشي بيها البتنجان. وكوباية ملح، شوف هناخد ملح قد ايه. وادي ده بقى البنجر، قطعت بشرت نص او ربع بنجرايه ونشوف هناخد منها قد ايه، على اساس بقى اللون اللي انتوا عاوزينه. عاوزينه غامق احمر غامق، عاوزينه فاتح بامبي رز زي ما تحبوا. هنا هنعبيه في البرطمان على حسب بقى البرطمان اللي عندكم. اهو جبنا الميه دلوقتي. هنحط بقى اول حاجه الملح وندوبه فيه. انا هحط الكوبايه كلها على اساس ان انا بعد كده لسه هزود ميه تاني، لان مش معقول هنحط كل الملح ده على الليفت هيبقى مش. فكوبايه الملح انا دوبت الملح وبقى محلول مشبع، الملح ما دابش كله. وبعد كده هنزل بقى بجزء من البنجر، نشوف اللون اللي انتوا عاوزينه حطوه. اللون ده كده حلو قوي. هو باين ان هو غامق، بس لما هيتوزع في البرطمان ونزود له ميه هتبص تلاقي اللون بقى مظبوط. ايوه انا مخدتوش كله، هو رجعت الباقي كمان. بعد ما حطيت الملح والبنجر هنجيب بقى الهريسه اللي هي عباره عن الشطه الحاميه والثوم وملح وعصره ليمون. اهو هنحط بقى ونقلب. طبعا كل واحد حسب رغبته. المخلل بيبقى حامي، بس مش بيحب الحامي ما يكترش من الشطه دي، مش شرط يعني. انا حاطه معلقه ونص معلقتين بالكتير. الحامي حلو في المخلل، بس لو حد الحامي بيضره ما يكترش في الايه، في الشطه. وهنص فنجان الخل اهو. هنحط كله على بعضه ونقلب. وبعد كده ننزل بقى بالميه على البرطمان. طبعا الشفشق ده ما خلصت البرطمان، فانا بقول لكم زودت ايه ميه. ولازم تكون الميه صحيح، الميه تكون مغليه ومبرده علشان خاطر المخلل يستوي ويبقى حلو. ما تاخدوش من الحنفيه كده على طول وتحطه في المخلل. تغلوا ميه وسيبوها تبرد، بعد كده تروحوا محطين. بصوا الملح لسه ما دابش في البرطمان في الشفشق ازاي. اهو كملت انا بقى ميه وحطيته. وان شاء الله احنا في الساعه 4 5 ايام وبداوا بصوا عليه كده، هو بيبان عليه ان هو بيبدا يستوي ولا لا.
وافتحه. بص انا قافله عليه بقى من جوه، حطيت قرن فلفل حامي كده من فوق الوش يغطي برضو على الليفت، ورحت حاطه كيسه كده صغيره اهو، خليت الميه عدت الكيسه. وبعد كده هروح حاطه كيسه تانية صغيره فوق وش البرطمان وقافله عليه بالكيسه عشان يبقى ايه، ما يدخلوش اي هوا، علشان يبقى محكم كده. بصوا، ما يعفنش، ما يجروش حاجه، ويستوي. قلب بقى، قلب 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 اهو. بصوا، اوعى يتفتح منكم ويتكب كله في الارض اهو. نروح عادلين البرطمان تاني، هتبص تلاقي الميه قلت، وبزودوا الميه تاني، لان البرطمان كل ما بتعملوا كده المخلل بياخد بعضه جنب الميه جنبه وبيحتاج ميه تاني. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، يكون حطيتوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.